ازيكم عاملين ايه؟ النهارده جايب لك انمي جامد من الاخر، كله اثاره وغموض. بيحكي عن مجموعه اطفال بيكتشفوا فجاه انهم في مزرعه للحوم البشر والدور عليهم في التصدير للاغنياء، فيا ترى هيتصرفوا ازاي وهيقدروا يهربوا ولا لا؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو ده. بس قبل ما نبدا ما تنسوش تصلوا على النبي وتكتبوا لنا في الكومنتات بتتابعوني من انهي بلد، وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بننزله. ويلا نبدا. بتبدأ حلقاتنا في دار أيتام اسمه جريزفيلد، بالتحديد سنة 2045. ودار الأيتام ده كان فيه 38 طفل بترعاهم واحدة اسمها إيزابيلا، والكل بيناديها بماما. وإيزابيلا دي بقى يا صاحبي هي البلوة الكبيرة، وهنعرف ليه بعدين. وكل واحد من الأطفال كان بيحمل رقم على رقبته وما يعرفش هو بيمثل إيه ولا هو مكتوب على رقبته ليه أصلا، بس الأرقام دي من ساعة ما اتولدوا مكتوبة على كل واحد فيهم رقم. كان في 3 أطفال أكبر سنا من الباقي، واحدة اسمها إيما بنت صغيرة عايشة في الملجأ مع شوية أطفال صغيرين، دول بقى اصحابها المقربين راي ونورمان. التلاتة دول بقى عندهم 11 سنة، وباقي الاطفال في الميتم اصغر منهم، وفي اللي لسه جاي الدار، وفي اطفال كتير فعلا. وزي كل يوم بيكرروا الروتين بتاعهم. صحوا الاطفال، وايمي بتقول لنا انهم ما خرجوش بره البوابة دي ولا مرة. المهم الاطفال دول حياتهم كلها في المكان ده اللي متحوط بغابة واسوار وبوابات، ولا كانهم في سجن. الروتين كل يوم هو نفسه، كل يوم يلعبوا لعبتين وبس، لعبة الاستغماية ولعبة الغاز كده، كل يوم على هذا الوضع. وبيقول طفل بكل براءة ان امهم ايزابيلا دايما بتمنعهم علشان بره خطر، وبيقول راي انه واضح ان دي كدبه وشكله وراه سر كبير هنعرفه بعدين. وبيسالوا الاطفال هيعمل ايه لو خرج بره، بس هو بيقول لهم انه مش عارف. والطفل بيرد وبيقول له انه عاوز يركب زرافه لو خرج، بس برضه بيسال نفسه وهو محتار ايه اللي ممكن البوابه دي تكون بتحمينا منه. وبعد كده بتيجي الساعه 6 الصبح، وبيصحى كل الاطفال اللي في الدار، وبتلعب ايما مع باقي اصحابها، وبيتريق راي على ايما علشان نشاطها زائد بالرغم انها لسه ما كلتش ولا عملت اي حاجه في اليوم. وبتضحك عليهم ايزابيلا وبتقول لايما تيجي تساعدها، وبيفطروا مع بعض. تشكرهم ايزابيلا انهم عايشين معاها ومالين عليها حياتها، وبيشكروا كلهم نعمه الاكل. وبتاكل ايزابيلا لكوني الاكل في بقها، تبقى كوني مبسوطه وبتشكرها على وجودها في حياتها، وبتفكرهم انهم عيله واحده ولازم يتعاملوا على المبدا ده على طول. وبعد الفطار ايزابيلا عملت لهم كلهم اختبار بساعه محدده، وبتيجي ايزابيلا بعد شويه وبتقول لهم نتائج الامتحان. وايما وراي ونورمان هم الثلاثه جابوا اعلى الدرجات، وبيفرحوا جدا، وبتبقى ايزابيلا مبسوطه منهم برضه. وباقي الاطفال قالوا الثلاثه دول هم الاذكى فينا لانهم جايبين اعلى الدرجات على طول. فقام واحد اسمه دون وهو متضايق وقال لنورمان انت مش ذكي، يلا نلعب لعبه المطارده كلنا ونشوف مين فينا هيكسب. وفعلا خرجوا يلعبوا في الغابه اللي جنب الدار، ونورمان مسك الاطفال في اللعبه بسهوله. وبنشوف بعد كده كوني ودون وهم مستخبيين، وبيجي نورمان وبيمسكهم برضه، وبيقول لدون انه دايما بيفقد صبره بسرعه، بس ما قدرش يمسك راي وايما. وده لان راي ما كانش بيلعب معاهم لانه انطوائي وبيحب يقعد مع نفسه ويقرا في كتبه. وايما بتمتاز بقوتها الجسديه، فجريت من نورمان بسرعه وما قدرش يلحقها، بس لان نورمان ذكي وتظاهر انه وقع. ولما راحت له ايما علشان تشوفه مسكها، وبتزعل جدا لانه مسكها مره تانية وضحك عليها بذكائه. وشويه وهم قاعدين بيتكلم راي عن نورمان، وبيقول انه ذكي جدا، ولو الموضوع بالقدرات الجسديه فايما احسن واحده طبعا في ده. ونورمان بيقول لراي لا انت احسن مني في الاستراتيجيات طبعا، انت دايما بتبالغ في تقديرك ليا. وبعد كده دون نده على نورمان وقال له يلا نلعب تاني، والمره دي انت اللي هتبقى مطارد واحنا هندور عليك. فوافق. بس لما بدأوا لعب نورمان وايما وصلوا عند حاجز الغابة، وايما قالت ماما ايزابيلا قالت لنا محدش يعدي الحاجز اللي في الغابة، ولا كمان نعدي بوابة الدار عشان ده خطر. وراي بيقول ان دي اكيد كذبة. وبيجي دون وبيقول لهم انتوا واثقين انكم بتلعبوا وانتوا قاعدين كده ما بتعملوش حاجة؟ فرد نورمان عليه خلينا نكتفي بكده النهارده، لو اتأخرنا ماما ايزابيلا هتقلق علينا. وبيقفوا كلهم قدام الدار، وبيقولوا ان كلهم هيمشوا قبل ال 12 سنة عشان دي دار ايتام واكيد مش هيقعدوا فيها على طول. بس بتقاطعهم بنت اسمها جلدة وبتقول لهم احنا حتى لما بتيجي اسرة بتتبنى او تاخد حد مننا بيمشي من الدار وما بنعرفش هو بيروح فين ولا بنتواصل معاه، في حاجات كتير هنا في الدار احنا ما نعرفهاش. بس ايما بتضحك وبتقول لها ان اكيد الاطفال دول مستمتعين بوقتهم مع عيلتهم وهو فرحان علشانهم. وبيسالوا جلدة لو طلعت بره هتعمل ايه، فبتقول جلدة انها هتشتري لبس كتير قوي لان كل اللي في الدار عندهم لبس موحد. وبيتمنى كل الاطفال امنيات مختلفة الا راي اللي بيبان عليه انه محبط جدا.
وبتقول كوني انها لما تمشي من الدار مش هتنسى اي طفل وهتكتب لهم دايما رسائل ليهم، وكمان لما تكبر عاوزه تكون ام زي ايزابيلا، وواضح انها بتحبها جدا. كل فتره كده كان بيجي رساله لصاحبه الميتم واللي هي تعتبر امهم جميعا. الرساله دي بيكون ان في ناس عايزه تتبنى طفل من الاطفال البؤساء اللي موجودين دول. وبعد ما الاطفال خلصوا لعبه بالليل، ايزابيلا خدت البنت اللي اسمها كوني ومعاها الدبدوب بتاعها. الام جهزتها ودعت الاطفال، قعدوا يعيطوا حبتين وخلتها تودع بقى اصحابها، وده علشان في اسره هتاخدها تعيش معاها. وبتعيط كوني جامد وبتبقى مش عايزه تمشي، وبتروح مع ايزابيلا في اتجاه البوابه بتاعه الدار. بس شويه واما لقت ان كوني نسيت الدبدوب بتاعها، افتكرت انها بتهزر وما مشيتش وما بيكونش عارفين هيعملوا ايه. فبيقول لهم راي ان الانوار لسه مفتوحه، وده معناه انها لسه ما مشيتش. فبيجري ايما ونورمان علشان يدوها الدبدوب، وايما بتكون خايفه لايزابيلا تزعق لها، بس نورمان بيهزر معاها وبيقول لها طيب نتهزق سوا. وبيفضلوا ينادوا على كوني وايما شايله الدبدوب، وعدوا بوابه الدار اللي ايزابيلا قالت لهم ما يعدوهاش. وفي طريقهم بيلاقوا عربيه، فبتخمن ايما ان دي العربيه اللي هتاخد كوني لانها ما شافتش عربيه هنا قبل كده. وبتلاحظ ان السقف بينقط ميه، وبيبص نورمان على الشاحنه، وفجاه ايما بترمي الدبدوب من ايديها وبتنادي على نورمان وهي مرعوبه. كوني ميته وفي ورده راشقه في قلبها. سمعوا صوت دربكه جاي من بعيد، استخبوا تحت العربيه، ويا لها من صدمه شافوا ابشع منظر. كائنات غريبه جدا زي الشياطين مسكت البت وكوني وهي ميته وبيحطوها في سائل كده، تقريبا بيخزنوها يعني. واتضح ان اللي هم فيه ده مش ميتم، دي مزرعه لتربيه اطفال البني ادمين، ثم بعد ذلك تصدير هذه البضاعه القيمه، وذلك لاكلها من طرف الشياطين الاغنياء. وسمعوا صوت جاي عليهم، فبسرعه استخبوا تحت الشاحنه، ولقوا 2 شياطين واقفين مع ايزابيلا. وقالوا لايزابيلا المزرعه بتاعتك فيها اطفال كتير، المفروض نطلع منهم اجود انواع اللحم البشري، وبندي اللحم البشري ده للاغنياء عشان ياكلوه، وده طبعا بعد ما نقتل الاطفال دول. بس احنا بقالنا فتره بناخد منك اطفال صغيرين متوسطين الجوده، احنا عايزين ال3 اطفال الكبار اللي عندك لما يتموا 12 سنه عشان يبقوا اكل عالي الجوده. طبعا نورمان وايما زعلانين من اللي بيشوفوه، فايما بتسال نورمان بتقول له فين ماما. كانت اتاريها واقفه معاهم بتعمل جرد عدد الشحنات اللي اتسلمت فعلا، وده مخزن تصدير بضاعه بشريه. في اللحظه دي في واحد من الشياطين بيقول لهم انا شامم ريحه بني ادمين، وبيبص تحت العربيه. سبحان الله الاطفال اختفوا ولكن سابوا الدبدوب. الشياطين والام عرفوا ان كان في حد هنا. العيال طبعا هربت وفي قلبها كميه حزن وخوف تكفي العالم اجمع، كميه حزن ويأس رهيبه جدا، اللي هو احنا اطفال ما كملناش 12 سنه هنعمل ايه في وسط العالم دي. في الوقت ده بيجري ايما ونورمان في المزرعه، وايما انهارت وقالت لنورمان يعني احنا هنا في مزرعه وبيهتموا بينا عشان نبقى اكل للشياطين، وما بتكونش مصدقه ان البنت دي هي كوني. وخدها الدار، ولما وصلوا راي قال لهم عملتوا ايه، بس كذبوا عليه وقالوا له انهم ما وصلوش في الوقت المناسب، وبيستغرب راي جدا. وبتطلع ايما اوضتها وبيقعد نورمان معاها وبيحاول يهديها، وقال لها تتماسك عشان يهربوا من هنا بسرعه. وبتفكروا ايما بالاطفال وانهم لازم ياخدوهم معاهم والا هيموتوا، وانها مش عايزه اي حد تاني يموت من عائلتها. ووسط كميه البؤس دي نورمان بيبعث الامل لايما من جديد، وبيقول لها هنهرب. فبتقول له ازاي؟ قال لها بالتخطيط زي لعبه الاستغمايه بالظبط، هنهرب بالتخطيط. ويتضح ان راي سامع كل ده وشكله كده الخاين اللي وسطهم. وبنعرف ان من خوفهم سابوا الدبدوب بتاع كوني، وايزابيلا شافته على الارض وعرفت ان كان في حد هنا. وبتنتهي الحلقه الاولى، والصبح كان كل الاطفال مبسوطين كالعاده وبيلعبوا، وبتجهز ايما الفطار علشان يفطروا سوا. بس ايما بتصحى تاني يوم والحزن والخوف مسيطرين عليها، وخصوصا بتشوف الام بتعامل الاطفال بلطف وبرود عادي جدا. ايما ونورمان بداوا يحطوا خطه للهروب، عندهم حل من 2، يهربوا عن طريق البوابات، وده مش هينفع طبعا عشان ورا البوابات دي اكيد في شياطين كتير وكمان عليها حراسه مشدده. الحل التاني بقى ان هم يهربوا عن طريق الغابه، وكمان مفيش حراسه عليها ولا اي حاجه، ولكن طلع في اخرها اسوار عاليه جدا. بس هم جات لهم فكره ان هم يتسلقوها بعد كده عن طريق الاحبال. اما نورما بيرجعوا يكتشفوا ان في طفله مش لاقيينها في ثانيه الا ثانيه. الام بتبص في الساعه بتاعتها بتروح تجيب طفله وتيجي. نورمان اتصدم، عرف ان دي مش ساعه، لا ده جهاز مربوط باجهزه تعقب مزروعه في جسم كل طفل. معنى كده ان خطه الهرب اصبحت شبه مستحيله. كانت لسه مذهوله، فنورمان قرب منها وقال لها اتصرفي بطبيعتك علشان ما يتشكش فينا، ولازم محدش يعرف اي حاجه. احنا رحنا الغابه بس ما لقيناش اي حاجه، والدبدوب الصغير ده اكيد ايزابيلا لقيته بس ما عرفتش مين اللي جاب. فبتقول له ايما انها مش بس بتكذب عليهم، لا بتضحك في وشهم كل يوم ولا كأن في حاجه، وبتتعامل بكل برود. فبيقول لها نورمان وده اللي احنا كمان لازم نعمله، نضحك ولا كأن في اي حاجه، مش هنخسر حاجه لو عملنا كده عشان ننقذ نفسنا. تبقى مستغربه ان اللبس ده كله والاكل الغالي ده علشان يتصدروا للشياطين في الاخر.
فنورمان بيطمنها وبيقول لها انا اعتقد اننا لسه قاعدين هنا وما تصدرناش للشياطين عشان بنجيب درجات عاليه في الاختبارات اللي بتعملها لنا ماما ايزابيلا. اللي بيتصدروا هم الاطفال اللي بيتموا 6 سنين وبيجيبوا درجات عاليه في الاختبارات، ودول بيعتبروهم لحم متوسط الجوده لانهم لسه صغيرين. بس المشكله اننا اول ما هنتم 12 سنه هنتصدر للشياطين اجباري، لاننا ساعتها بنبقى كبرنا بالنسبه ليهم ولحمنا عالي الجوده. وعمليه التصدير دي تعتمد على جوده الادمغه، كل ما كانت الدماغ احسن كل ما كانت الشحنه اعلى قيمه. وعشان كده هم الثلاثه ايما ونورمان وراي لسه ما تصدروش، وده لانهم بيجيبوا اعلى درجات، فهم مستنيين لما يكتمل نمو دماغهم بالكامل عند 12 سنه ويصدروهم، وبكده تكون البضاعه ذات جوده عاليه. فاستغربت ايما وسالته ايه علاقته اننا بنجيب درجات عاليه بتصديرنا للشياطين. فقال لها ان الشياطين بتاكل الدماغ، وكل ما كانت الدماغ بتتميز بالذكاء فده بيكون احسن ليهم. احنا كل شهرين بياخد واحد مننا، فلازم نهرب قبل ما الشهرين دول يعدوا. وبيبدا نورمان يرسم الخطه بتاعته مستحيله، وده في وجود اجهزه التعقب. المهم خدوا حبل وراحوا عند السور، وهناك بقى صاحبنا راي طلع لهم قال لهم قولوا لي بقى مالكم انتوا من يوم ما كوني مشيت وانتم مش مظبوطين، شفتوا ايه هناك؟ فحكوا له كل حاجه، وايما كانت عايزه تهرب كل الاطفال. قال لهم امكانيه تهريب كل الاطفال مستحيله، في 36 طفل غيرنا وفي منهم يا دوبك بيعرفوا يجروا. نورمان برضو عارف كده، ولكن مش عايز يزعل ايما. اتعصبت واصرت على قرار انهم يهربوا كلهم، وبيستغرب راي ان نورمان بيوافق ايما على كل حاجه. فبيرد نورمان عليه اصل بيحبها وعايزه تفضل فرحانه دايما، وهتبقى مجنونه هبقى مجنون كمان زيها. حب ايه وخرا ايه دلوقتي يا عم؟ وبيبقى مش عارف يهربوا من البوابه ولا من الغابه. فبتقول له ايما يهربوا من حاجز الغابه لان بوابه الدار دايما مقفوله. بس لما راحوا عنده لقوا سور عالي صعب المرور منه، فرجعوا للدار تاني ولاحظوا ان ايزابيلا بتعرف مكان اي طفل في الدار بسهوله. فنورمان قال لايما انها اكيد حاطه اجهزه تتبع في اجسامنا كمان. وبالليل ايزابيلا مسكت ايما وسالتها متغيره ليه كده، فايما حضنتها علشان ما تبينش اي حاجه. وايزابيلا سالت ايما ونورمان انتوا رحتوا عند البوابه امبارح؟ فالاتنين قالوا لها لا. والتاني يوم خدوا مفارش الترابيزه وخبوها في شجره علشان يستخدموها كحبال في تسلق السور. فايما قالت له لا انا هاخد الكل معايا، ونورمان قال وانا هساعدها انا دايما بحب اشوفها مبتسمه. بس لما رجعوا الدار لقوا مفاجاه جديده مستنياهم في البيت. ايزابيلا جابت واحده كمان معاهم اسمها كروني علشان تساعدها في مراقبه الاطفال، ومن الواضح كده انها مش سهله خالص. وبتنتهي الحلقه الثانيه، وبعد كده كروني طلعت مع ايزابيلا وقالت لها شكرا انك وافقتي على اني اجي للجانب بتاعكم، انت من احسن الامهات في كل المزارع اللي موجوده. فايزابيلا قالت لها عايزاكي تراقبي الاطفال عشان في 2 عرفوا سرنا بس انا هتصرف معاهم. وبعد ايزابيلا ما مشيت كروني بدات تتصرف بغرابه وقالت لازم اعرف مين الطفلين اللي اكتشفوا سرنا وابلغ الزعماء وساعتها هيخلوني ام بدل ايزابيلا. وفي نفس الوقت ده راي وايما ونورمان كانوا مجتمعين، وراي قال لهم اول حاجه لازم نعرفها مكان اجهزه التتبع دي فين في اجسامنا، وتاني حاجه بقى لازم نعرف الاطفال بيجوا منين وكروني دي جت منين هي كمان. فايما رجعت غرفه الاطفال، ولما بصت على ودن طفله لسه جايه للدار لقت ورا ودنها علامه، وقالت اكيد ده جهاز التتبع. وعلامته ما راحتش من عند الطفله دي لانها لسه جايه ولسه العلامه معموله عندها من فتره قريبه. في الوقت ده كانت بتتكلم ايزابيلا، وكانت بتتكلم مع واحده في التليفون وقالت لها ايوه انا عارفه ان الزعماء عايزين نجيب لهم ال3 الكبار، انا بحاول اجهزهم وهجيبهم في اقرب وقت. تاني يوم ايما بلغت نورمان بمكان العلامه، فراي قال لهم جهاز التتبع ده ما بيديهمش اشاره لو احنا بعدنا عنهم، بس بيقدروا يحددوا مكاننا بيه، وكمان جهاز التتبع ده ما بيحددش هويتنا، بس لو طلعناها وكسرناها اعتقد انه هيديهم اشاره، عشان كده ممكن نكسره بعد ما نهرب. فنورمان قال له لا انا شايف اننا نكسره قبل ما نهرب. فالراي قال له المشكله دلوقتي هنقنع الاطفال ازاي اننا نهرب، دول كلهم صغيرين وفي منهم ما بيمشوش. فايما قالت لهم بسيط احنا نهرب بيهم واحنا بنلعب لعبه المطارده. وشويه بعد ما خلصوا كلامهم جت كروني ولعبت مع الكل لعبه المطارده ومسكت كل الاطفال ما عدا نورمان وراي، وكروني كانت متضايقه جدا. وعدى كام يوم ونورمان وراي كانوا حاسين ان كروني وايزابيلا ما بيراقبوهمش، ونورمان قال ايه اللي حصل هم ما بيراقبوناش ليه؟ فراي رد عليه اكيد في حد تاني بيراقبنا، مفيش حل غير ان الاطفال فيهم حد خاين هو اللي بيراقبنا بس معرفوش هو مين. وبيدق الجرس وبيجري الاطفال علشان ياكلوا، وايما بيبان انها مصدومه كانها شافت حاجه غريبه. وايزابيلا جابت كوروني اوضتها وقالت لها ايه رايك في الدار؟ فردت كوروني ان الاطفال كويسين وهي مبسوطه هنا، بس ايزابيلا فاجئتها وقالت لها انا عارفه انك عايزه تاخدي مكاني بس ده مش هيحصل، اعملي اللي قلتلك عليه وبس وانا هحاول اخليكي ام في اي مزرعه تانية. فكوروني اتضايقت من ايزابيلا وبدات تكسر في العروسه اللعبه بكل غضب. والصبح راي قال لنورمان لازم نتقسم ل3 فرق واحنا بنلعب لعبه المطارده
المطاردة عشان لما يجي ميعاد الهروب نهرب في لعبة المطاردة. هنبقى نهرب على 3 مجموعات لان ما ينفعش نهرب مرة واحدة. فعلا بيقسموا نفسهم ل3 مجموعات في لعبة المطاردة، وبعد ما خلصوا نورمان قال لهم لازم نلاقي طريقة بسرعة نتخلص بيها من اجهزة التتبع، كمان اجهزوا عشان هنهرب بعد 10 ايام. فراي قال له ليه التسرع، لسه قدامنا شهر ونص كمان على ما حد يتاخد مننا، وكمان محدش هيتوقع اننا نهرب بدري. اهم حاجة دلوقتي نعرف مين الخاين، وعايزين كمان نضم جلدة ودون لينا، هم كبار وهيفهموا. وفعلا بالليل قالوا لدون وجلده كل حاجة، ونورمان كذب عليهم وقال لهم اي طفل اتاخد من الدار لسه عايش وما ماتش، وقال لهم كده عشان ما يتصدموش. وبعد ما مشوا نورمان قال لراي انا قلت لدون وجلده على مكان الحبال اللي هنهرب بيها، بس قلت لهم على مكانين مختلفين، ولو الحبال اتاخدت من المكانين دول يبقى واحد منهم هو الخاين. وشويه وبعد ما الكل نايم الخاين بعت ورقه لايزابيلا مكتوب فيها ان الحبال تحت سرير نورمان، وجلده في نفس الوقت قامت من سريرها وراحت لكروني، وكروني قالت لها انت كنت واقفه مع ايما النهارده، هي قالت لك ايه؟ بس جلده ما رضيتش تقول لها، وايما كانت واقفه بتسمعه. وتاني يوم عرف نورمان وراي ان جلده مش هي الخاينه، وبالليل نورمان راح عند سرير ولقى الحبال اللي كان حاططها تحت السرير اختفت. فراي قال له انت قلت لي انك قلت لدون انك مخبي الحبال تحت السرير، ايه ده دون هو الخاين لان الحبال اختفت. فنورمان بص له قال له لا مش هو الخاين، انت الخاين مش دون. وبتنتهي الحلقه على كده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك بالقناه وتفعيل جرس التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد بننزله. سلام.